على سبيل المثال معنا هنا فيلا 30 متر مربع، طبعا بيكون 15 متر تحت 15 متر فوق. لما نجي ندخل أول شيء، أول ما ندخل يكون معنا المدخل مع ركن مطبخ تحضيري، تكون معنا صالة، وبيكون معنا ركن بارتيشن تحت تي في أو غيره. أيضا نطلع فوق يكون معنا غرفة النوم الرئيسية اللي هو سرير مع دورة المياه عزكم الله، دورين. الشيء المهم هنا، البعض يسأل ليش الدرج صغير، ليش الدرج على درجاته بسيطة جدا؟ بسبب الارتفاع. لأن الارتفاع هم ياخذوه على ارتفاع الشخص بشكل عام، زايد 30 إلى 50 سنتي، على أساس أنه يكون فوق راسه الشخص. يعني الارتفاع بالكثير ما يزيد عن 3 متر أو 280 متر. مثل ما نلاحظ هذا صورة من المخطط الفيلا. طبعا هذا الدرج على الجدار، وتحته بيكون هو التلفزيون وغيره. زين نجي نشوف أيضا هنا، هذا تحت يكون معنا فوق غرفة النوم، مثل ما نلاحظ الدرج كيف يكون على اسمه، وتحت استغليته كأدراج وأيضا للتلفزيون. الكونسبت بشكل عام كيف تم التصميم، ونلاحظ جمالية من حيث البارتيشن وغيره، يعني لما تسكن فيه ما تمل. نشوف الدور الأرضي كيف يكون معنا الدرج يصعدنا للدور العلوي. غرفة النوم تكون بهذه الطريقة. هذا اللي بيبني وبيسكن بمبالغ بسيطة جدا، يعني ما يكلف على نفسه بالكثير 30 متر، يعني ما توصل لك 7000 5000 تغطي بيت كامل.